مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم على موقع تيليبريس الإلكتروني. احنا اليوم كنتواجدوا في مكتب الأستاذ المحامي محمد كفيل بهيئة الدار البيضاء، وكذلك هو رئيس اللائحة الوطنية للشباب لحزب النهضة والفضيلة. يلا نجريو معاه اللقاء. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم مرة أخرى على برنامج حوار مع سياسي. حلقتنا اليوم اللي هي الحلقة الثالثة كتستضيف فيها الأستاذ المحامي محمد كفيل بهيئة الدار البيضاء الكبرى. اليوم احنا مع وكيل لائحة الشباب بحزب النهضة والفضيلة، السي محمد كفيل. مرحبا بك. مرحبا سي كفيل. اليوم غنكسروا الجدار ونتحدثوا بعفوية وخذ راحتك. سي محمد كفيل، أول سؤال يمكن تقرب الناس اللي كيسولوا شكون محمد كفيل على الحياة الشخصية والمهنية ديالو. كفيل محمد محامي بهيئة الدار البيضاء، رئيس الجمعية المغربية لمساندة ضحايا الأخطاء القضائية، عضو الأمانة العامة لحزب النهضة والفضيلة، والكاتب الوطني المنتخب في مارس 2015 لشبيبة النهضة والفضيلة. والآن أقرت الأمانة العامة للحزب بتكليفي كوكيل لائحة الشباب لهذا الحزب لكي نمثله على المستوى الوطني في لائحة الشباب. السي محمد كفيل، المهتمين بالشأن العام كيتسائلوا. سي محمد كفيل لمدة سنة كان بحزب التجمع الوطني للأحرار، اليوم كيعود الحزب ديالو اللي كان فيه كوكيل لائحة الشباب. كيف توفسير ذلك؟ أنا فاش كتعجبني السي رشيد ما عندكش مع ديك المراوغات، بديتي نيشان بالصعب وبالشائك، علما أنه كيبداو دائما ما هو بسيط وعاد كيوصلوا المعلومة. ولكن على كل حال هو التحول وبعد عودة، هي عودة، والعودة إلى الأصل أصلي، وهي عودة على ما أعتقد وعلى ما قيل لي على أنها عودة محمودة. كما تعلم أنا من الناس ديال حزب النهضة والفضيلة واللي كيأمنوا بالمرجعية ديال الحزب واللي اشتغلوا في الحزب منذ مدة طويلة. كان هناك خلاف كعادة الخلافات التي تكون في الأحزاب السياسية. كان هناك خلاف مع بعض الإخوان سامحهم الله. على إثرها قدمت استقالتي من الحزب على ما أذكر في رمضان السابق، ليس قبل هذا. قدمت الاستقالة، وكانت حينها الانتخابات المحلية، يعني لا يفرقنا أكثر من شهر أو شهرين على ما أعتقد. وأنا كنت مستعد ومعد لكي أخوض غمار الانتخابات المحلية، ويعني كان في حسباني وفي إعداداتي أن أخوض هذه الحملة مع حزب النهضة والفضيلة. لكن مع هذا الطارئ الذي حدث وقع لي مشكل في أي حزب ممكن أن أترشح لخوض غمار الانتخابات، ونظرا لوجود بعض الأصدقاء في التجمع الوطني للأحرار في مدينة بن سليمان، فكان هو الحزب الأقرب بقرابة أشخاصه وشخوصه والأصدقاء الذين كانوا فيه. لذلك ترشحت باسم التجمع الوطني للأحرار، وأنا لست نادم بهذا الترشح بالتجمع الوطني للأحرار، لأنه مهما كان هو حزب وسطي، حزب يعني لا هو يميني ولا هو يساري، وهي الوسطية دائما محمودة. أستاذ، واحد السؤال آخر اللي كيروج، علاش مدينة بسليمان ما فيهاش مرشح لحزب النهضة والفضيلة؟ السي محمد كفيل هو وكيل اللائحة الشبابية للحزب. هو ليس فيها، وإنما ليس معلن. هناك يعني بعض الأشخاص اللي مقترحين لكي يمثلوا الحزب في المنطقة في انتظار الحسم وفي انتظار انتهاء يعني التفاوض والمناقشة معهم.
فقط أريد أن أشير إلى أن مدينة بن سليمان كما تعلم ربما الساكنة تكاد تحسم في المقاعد التي سوف تفوز ولو بشكل نسبي، ولكن يكاد أن يكون تقريبي، لأن العملية الانتخابية في إقليم بن سليمان لها طابعها الخاص، طابع للأسف يلعب فيه الناخب دور أساسي، ويلعب فيه المال دوره الفعال، تلعب فيه القبيلة دورها كذلك، تلعب فيه الأمية دور كبير جدا، ويتم استغلال هذه النواقص ويتم استغلال هذه الأشياء من أجل الظفر بمقاعد كما قلت تكاد تكون محسوبة. إقليم بن سليمان صراحة له من الكفاءات ما يزخر به كثيرا، ولكن للأسف طوال مشواره الانتخابي كان دائما يترشح في إقليم بن سليمان أشخاص لا علاقة لهم بإقليم بن سليمان. أستاذ محمد كفيل، رسالة أخيرة لسكان مدينة أو إقليم بن سليمان ورسالة لكل متتبعي الشأن السياسي. لمدينة إقليم بن سليمان ولسكان إقليم بن سليمان التي أنتمي إليها وأعتز بها، أتمنى أن يحدثوا التغيير، أتمنى أن يحدثوا التغيير، وأتمنى أن تمحى تلك الصورة التي كانت دائما توصف بهم خلال العملية الانتخابية. أتمنى أن تكون هذه الانتخابات انتخابات فيصلية. للشعب المغربي، الشعب المغربي ذكي جدا، ما أناشده فيه خاصة للفئة المثقفة والفئة الواعية والفئة المدركة أن تخرج لتدلي بصوتها وأن لا تبقى في منازلها، فالتغيير لا يكون من البيوت أو في العالم الافتراضي، التغيير يكون في محلات التصويت وفي المشاركة. ينبغي على هؤلاء، أنا أناشد هؤلاء أن يخرجوا إلى التصويت وأن يدلوا بأصواتهم كيفما كانت الألوان وكيفما كانت الأطياف، فقط إنهم سيعلمون على من يصوتون. معك كفيل، كنشكروك وكنرحبوا بك مرة أخرى على موقع تيلي بريس، وكنتمنوا لك مسيرة موفقة في العمل السياسي. مشاهدينا الكرام، وصلنا لنهاية الحلقة، الموعد ديالنا مع الحلقة الرابعة وحوار مع سياسي آخر.